مساء البركة، مساء السعادة على عيونكم أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جايين بروتين جامد وفاخر من الآخر. طبعا أسفة جدا على تأخيري في الروتينات رغم ظروف شغلي. وطبعا ناس كتيرة دخلت كتبت لي في التعليقات ان هي عاوزة روتينات، واكتر ناس طلبت عاوزة روتينات من بنتي مارينا. فطبعا مارينا عشان خاطر ظروف الامتحانات وكده ما كنتش بخليها تعمل روتينات، لكن ان شاء الله قريب قوي هخليها تعمل لكم روتينات. طبعا انا اول ما خدت اجازة من الشغل بتاعي على طول بدأت اعمل اغسل الغسيل على العادية كده زي ما احنا شفنا، وهغسلت البانيو كده وهعبيه علشان البانيو ده هشطف فيه الغسيل بتاعي. تمام. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم الروتين. طبعا الناس اللي دخلت كتبت لي ان هي مش عاوزة تسريع في الفيديو. طبعا الفيديو بيبقى طويل قوي قوي، فلازم غصب عني ان انا اسرع في الفيديو بتاعي. طبعا اول ما يعني سبت الغسيل بقى، الغسالة شغالة، ودخلت على اوضة النوم زي ما احنا شايفين كده. هبدأ ان انا اغير ملاية السرير، وهبدأ كمان انفض الشباك والمع الكومودينو والتسريحة وكل حاجة فيها، وهنضفها مع بعض وهنمسحها. طبعا الايام دي حر بطريقة فظيعة. طبعا الحر بيخلي الواحدة تكسل ان هي تقوم تعمل حاجة، بتبقى مفرهدة. طبعا انا علشان خاطر اتشجع بيكم قمت شغلت الكاميرا. فعلا والله بجد كنت هكسل خالص، لكن اتشجعت بيكم، وانتوا كمان قوموا تشجعوا شغلوا الفيديوهات، وهتلاقي نفسكم اتشجعتوا ومش هتحسوا بأي حر خالص. طبعا في يعني انا قمت اتشجعت على طول وبدأت ان انا اشتغل معاكم. بجد عملت حاجات في اليوم ده كتير قوي، وتاني يوم خليته تاني يوم اجازة برضو خليته للاكل بتاعي، يعني ان انا اعمل اكل قبل ما انزل الشغل تاني للاولاد. طبعا الفيديو ده اللي هينزل لكم الاول، وبعد كده وصفة الغدا هتنزل لكم تاني يوم. تمام. هنا لمعت فوق الديب فريزر وغيرت ملاية السرير، نفضت السرير وغيرت ملاية السرير، وهبدأ ان انا المع ال المكتبة الكومودينو. هبدأ ان انا المع الكومودينو، معلش بقى واخدة برد وكده فمش مركزة. لمعت الكومودينو ولمعت المروحة، نفضتها ولمعتها، ولمعت طبعا التسريحة والحاجات اللي على التسريحة كلها، وكنست كده السجادة بتاعتي وهبدأ اشيلها انفضها كده، وهبدأ اكنس الارض زي ما احنا شايفين. طبعا الفيديو كان طويل قوي، فانا يعني حبيت ان انا اسرع فيه كده شوية علشان خاطر ان انا ما بقاش طويلة عليكم في الفيديو. بتمنى يا ربي الفيديو ده يعجبكم. مسحت طبعا الأوضة وفرشت السجادة. طبعا كل حاجة سريع في سريع كده، وقفلت الشباك ورشيت معطر، وادي شكل الأوضة اهي معاكم. بصوا خليتها عروسة بجد تحفة. وبعد كده طلعت بقى كملت بقية الغسيل وخلصت الغسيل ونفضت البلكونة، والمع كنست البلكونه ونفضتها، وهبدا المع الحبيله كده معاكم، وهبدا انشر الغسيل معاكم. بتمنى يا رب الروتين اليومي دوت يعجبكم. بجد تعبت فيه قوي، ومشكوره كل بيعمل لي لايك على الفيديوهات. بجد يعني فيديوهات الروتينات هي اللي جايبه اكتر حاجه معايا مشاهده. فبتمنى يا رب زي ما الفيديوهات الروتينات بتجيب لي المشاهدات حلوه كده، بتمنى يا رب وصفات الطبخ برضو تجيب لي مشاهده بنفس الطريقه. كده هنشر الغسيل كده واخلصه، وهبدأ بعد كده اخلص الغسيل خالص، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. كده نشرت الغسيل كده اهو زي ما احنا شايفين،
خلصته دخلت بقى قلت بدل بقى ما انا اتنشطت كده واتشجعت كده، ابدا بقى ان انا اجيب ايه المشايه بتاعت طرقه المطبخ دي بتاعت العيد، ابدا بقى ان انا اغسلها كده وهنشرها وهشيلها وافرش حاجه غيرها. باذن الله مارينا هتبدا تعمل لكم باذن الله روتين. بتمنى يعني ان هي ما تكسلش وتعمل روتين. فان شاء الله هتنزل لكم روتين قريب قوي. هغسل كده المشاية طبعا، وغسلت الحوض وغسل البانيو، وهبدأ بعد ما اخلص المشاية كده معاكم هبدأ بقى بعد كده خلاص بعد كده بقى همسح الحمام وكده خلاص كده بقى الروتين بتاعنا السريع اليومي كده يعني حاجة كده سريعة يكون بقى خالص. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم حبايب قلبي، ما تنسوش دعوة حلوة منكم، واكتبوا لي بتتابعوني منين، وكومنت حلو منكم. كده خلاص غسلت بقى المشاية كده مع نفسي، وهبدأ كده هشطف المشاية وهلمها بالمساحة، وبعد كده هحطها في البانيو بقى ايه اشطفها بقى كويس. هنا بقى كنت بعبي البانيو علشان خاطر ايه علشان خاطر اشطف المشاية بتاعتي. هنا بقى بغسل بقى الحمام كده الارضية بتاعت الحمام، وهبدأ امسح الحمام معاكم. كده خلاص بقى ايه اتبليت، بس يعني الجو كان حر بطريقة فظيعة، فالمية بتطري كده على الواحد وبتشجعي اكتر وبتعملي اللي وراكي كله بجد. يعني عملت حاجات كتيرة برا كمان الكاميرا، عملت حاجات كتيرة في الشقة الحمد لله. كده بقى خلاص خلصت اهو، هلم كل حاجة وارجع كل حاجة كده مكانها. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم حبايب قلبي، واقول لكم باي باي.